اغلى المشاوير اللي انت ممكن تعملها هي استخراج جواز السفر. هو عامه اغلب المشاوير الحكوميه غلسه، مفيش جدال على كده، بس الفتره دي في اقبال شديد على السفر، سواء سياحه سواء عمره بسبب دخول رمضان، سواء هجره سواء عمل. فاغلب مكاتب الجوازات بتكون زحمه الفتره دي، وعشان تستخرج جواز سفر بتحتاج صوره من البطاقه، صوره من المؤهل، واصل المؤهل مش بياخده بس بيحب يبص عليه، صوره من شهاده الخدمه العسكريه وبرده الاصل عشان يطلع عليها، وثلاث صور خلفيه بيضاء. وطبعا احنا عارفين الافيه المعتاد، بس مش ده اللي انا عايز اتكلم عليه النهارده. اللي انا عايز اتكلم عليه ان انا وقعت في مشكله وانا بعمل الباسبور. اكتشفت ان في ناس كتير جدا مش عارفه الموضوع ده. تقريبا في سنه 2021 تم التعديل على الباسبور ان انت لازم تدفع وانت بتجدد الباسبور 300 جنيه تقريبا او 350 حاجه زي كده، ودي بتبقى مقابل حاجه اسمها تامين المسافرين. ايه تامين المسافرين دوت؟ دي عباره عن ستيكر موجود في الباسبور، بعض السفارات مش كلهم بتطلبه، وده نوعا ما بيأمنك لو انت حصل لك حاجه بره بتتعالج على نفقه الدوله. الدوله عملت حاجه لطيفه جدا، الا وهي ان انت بقيت اجباري بتاخد الستيكر ده معاك في الباسبور صالح لحد ما الباسبور بتاعك ينتهي. لكن المشكله بقى ان انا ما كنتش اعرف ده، وزي الجميع دخلت مكتب الجوازات، اشتريت استماره ومليتها وقدمت الحاجات المطلوبه مني وعملت كل حاجه هم عايزينها. انا جيت بعد اسبوع عشان استلم الباسبور، استلمت الباسبور مفيش اي حاجه، اديت له الوصل بتاعي واداني الباسبور بتاعي وما قاليش اي حاجه ومشيت. وانا في السفاره لقيتهم بيطلبوا مني حاجه اسمها تامين مسافر، وانا ما اعرفش ايه ده. انا عارف ان انا دافع 300 جنيه تامين، بس ما اعرفش ان انا المفروض باخد وثيقه او ورقه معينه بده. حاولت افهم كده من الناس اللي حواليا، لقيت حد موريني صوره لستيكر محطوط في صفحه من الصفحات اللي جوه الباسبور من الباسبور بتاعي. استنتجت ان انا المفروض كان بعد ما استلم الباسبور في مرحله بعملها. المهم الحوار ده ضرب لي يوم، جريت طبعا على الجوازات علشان اشوف هل انا كده مثلا هدفع تاني ولا في ما يثبت ان انا عملت دوت او دفعت او لا. رحت الجوازات اللي في العباسيه، وكان معايا ساعتها الوصولات اللي انا خدتها كانوا 3 وصولات: وصل بثمن الباسبور نفسه، ووصل حاجه اسمها مصاريف اداريه، ووصل من امان بقيمه 300 جنيه تقريبا، ده مقابل وثيقه تامين المسافر. وقفت في طابور واكتشفت ان في زي كتير جدا ناس راحت جددت الباسبور او عملت باسبور جديد واستلمت الباسبور ومحدش قال لهم على الشباك ان هم المفروض ياخدوا الباسبور ويروح مكان تاني. فوقفت في الطابور، فدخلت على الموظف اللي في الشباك واديت له الوصل وقلت له انا ناقصني ستيكر التامين. عمل سكان للكود اللي في الوثيقه وطبع الستيكر ولزقه. رحت السفاره، الموضوع انتهى. فانا يعني اكتشفت ان المعلومه ديت ناس كتير جدا مش عاملاها. يعني انا كنت بتاكد من ناس صحابي عملوا الباسبور قبلي وكانوا مسافرين، فكنت بتاكد منهم في التليفون، ففجاه اكتشفت ان هم كلهم لا انا ما خدتش حاجه. مفيش حد عارف. كل الناس اللي كانت على الاقل اليوم اللي انا فيه، الناس اللي كانت بتستلم الباسبور ما كانش حد بيقول لها ان في خطوه تانية بعد استلام الباسبور، ولا حد كان بياكد على ده ولا اي حاجه. كميه ناس كانت بترجع علشان خاطر الاستبايه دي تاخد ده، غير ان في ناس ما كانتش عارفه ان المفروض تحتفظ بالوصل ده، فخلاص فهو كان استلم الباسبور بتاعه وسلام عليكم. فدي كانت عامله لهم مشكله. في ناس ما كانش معاها الوصل، ما كانش في اي حاجه تثبت ان هو دفع غير السيستم، واحنا عارفين موضوع ان احنا نشيك على السيستم ده حاجه صعبه عندنا. فبس اتمنى ان انا ابقى فدت حد واتمنى ان محدش يقع في المشكله دي زي ما انا وقعت. شكرا ليكم.